السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في ما تناولناه في الحلقات السابقة في موضوع القواعد الذهبية في تربية الأبناء. نحن تناولنا يعني جزء كبير من هذه القواعد، وإن شاء الله تبقى لنا تقريبا هذه الحلقة والحلقة القادمة، ونختم بها إن شاء الله. سوف تكون هذه الحلقتين الأخيرتين بالنسبة للقواعد الذهبية في تربية الأبناء. في حياتنا اليومية أحيانا نحن نقول لأبنائنا ألبس أظهر بمظهر جميل حتى الآخرين يقول عنك أنت نظيف ووسيم وجميل. أعمل واجباتك واجتهد في دراستك حتى يقول الآخرين أنك أنت شاطر وممتاز ومهذب. هذه نحن أبنائنا يعيشوا في هذه الدائرة، دائرة الآخرين هم اللي يقيموا الأبناء، الآخرين هم اللي يتحكموا في سلوك الأبناء. متى نفصل دائرة الآخرين عن تركيبة النفسية بالنسبة لأبنائنا؟ موضوع فصل دائرة الآخرين نفسيا عن أبنائنا حقيقة هذه واحدة من الأشياء الهامة جدا، ونرى ممكن عكاساتها حتى نحن الكبار. إذا أنا تربيت إنه الآخرين هم اللي يقيدوني، الآخرين هم اللي يتحكموا في تسلكاتي، أنا لابد أن أرضي الآخرين. فصل دائرة الآخرين اللي هي مفهوم الخصوصية، كيف نربي أبنائنا على مفهوم الخصوصية، وما هي دائرة حدود الخصوصية، ومتى تكون الخصوصية، متى يكون هذه الأمور تكون خاص أن ما من حق أي طرف آخر يتدخل، ومتى يكون الأمر يحق الآخرين أنه يتدخلوا في هذا الأمر. كل هذه المفاهيم نحن تكون واحدة من المفاهيم الخاطئة في تربية أبنائنا. نحن نرسخ في أبنائنا أنه تقييمك لنفسك مبني على تقييم الآخرين، أن الآخرين هم الحكم في طريق تربيتنا للأبنائنا، أن الآخرين رأيهم لا يخطئ أبدا. النقطة الثانية أنه يحق للآخرين التدخل في حياتنا في أي جانب ما يشاءون. فيكون هذا الطفل، ما هي الآثار السلبية إذا تربى الطفل بهذه المفاهيم، بهذا هذا الأسلوب التربوي الخاطئ، حتترسخ عند الطفل أولا لأنه إرضاء الآخرين هي غايته. تقل عنده الثقة بالنفس. دائما مركز الضبط بالنسبة للطفل يكون هو مركز خارجي وليس داخلي. في حين سبحان الله نحن اللي هو نحن نرضي الآخرين في مقام الأول. نحن لابد يكون إرضاءنا لله هو هو زي ما تقول هو الأساس. أنا أربي ابني راقب الله، أخاف من الله، تعلق بالله سبحانه وتعالى، لأنه في النهاية أنا لا أرضي البشر لكن أرضي رب البشر. هذه الأشياء اللي تخلف عندنا تأثيرها السلبي على تركيبتنا النفسية. أنه دائما تحس أنه كثير من الآن الشباب في الجامعات أنه لو شكلها الآخرين علقوا بالشكل السلبي، لأنه عندها المقياس أنه كيف يروها الآخرين، هل هي جميلة، هل هي وسيمة، هل هي راضية عن شكلها، عن لبسها، ودائما يكون سلسلة من الإحباطات، وتصل مرحلة ممكن الشاب أو الشابة أو في سن متأخر من العمر أحيانا ينعزل من الآخرين ويصاب بالاكتئاب، يصاب بالإحباط اللي دائما يشعر فيه بالدونية، ما يكون عنده ثقة في نفسه، يكون عنده تقديره لنفسه فقط ينبع من تقدير الآخرين. لكن تقديرنا لذاتنا لأنفسنا يأتي من داخلنا، يأتي من داخل أنا كيف أنظر إلى نفسي. ويمكن هذه المواضيع اللي ناقشناها في الحلقات السابقة في بداية برنامجنا، اللي هي كيف أتصالح مع نفسي، كيف أنظر لنفسي. أنا أربي هذا الابن أنه أنت يا ابني تحترم ذاتك، أنت تراقب الله سبحانه وتعالى. نحن نقرأ هذه السورة في كل صلاة، في كل ركعة نقرأ سورة الفاتحة وهي الحمد، إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان الله نقرص في أبنائنا نحن كل أمورنا تكون هذا في هذا الموضوع يدخل فيه جانب التربية الروحية. كيف نقرص في أبنائنا؟ نحن نخاف الله،
تكون مقياسنا الأول، منهجنا الأول أنه يكون الله الأول في كل شيء. هذا لا يعني أن أنا لابد أحترم قواعد المجتمع، أنا عند يعني عاداتي وتقاليدي، احترامنا للكبار، رحمتنا للصغار، تعاملنا مع الآخرين، لابد أراعي فيها قواعد المجتمع، أنه لابد أراعي في تعاملي أنه ما يكون فقط أنا أعرف، يعني حتى يكون في تمييز ما بين أنا كيف أتقيد بقواعد المجتمع وبقيم في المجتمع، وفي نفس الوقت ما هي حدودي أنا، يعني متى المجتمع متى يدخل في أمور الأشياء اللي دائرة، هذه الدائرة اللي تخصنا أنا كطفل أو أنا كشخص، يعني ليه يعني يكون عندي كياني، ليش خصوصيتي، ما أسمح للآخرين اقتحامها. وهذا ما يدعو أحيانا يعني التسلط بعض الأطفال والطلاب في المدارس يتنمرون على بعض الطلاب. لماذا؟ لأنه هو من أجل أن يرضي صديقه في المدرسة، الطفل ممكن يرتكب أشياء يعني تكون أخطاء كبيرة، وتكون أشياء تؤدي إلى انحراف السلوك يعني، ويكون انعكاساتها حتى نحن نخرج هذه السلوكيات، الانحرافات السلوكية اللي تحدث في المجتمع تحدث نتيجة لهذه المفاهيم الخاطئة. يكون الطفل إمعة يتبع الآخرين، ما يفعله الآخرين، إذا أخطأوا يخطئ وإذا أصابوا يصيب. فهذه هي الأشياء اللي هي تعتبر ضمن القواعد الهامة جدا. نحن نقص في أبنائنا الثقة بالنفس، نقص فيهم اللي هي حدودي أنا كفرد داخل هذه المجموعة، مع المراعاة للقواعد المجتمعية زي ما ذكرت. ما يكون الإنسان يعني أحيانا في بعض الطالبات تقول لك أنا صريحة أو أنا واضحة، لكن أحيانا يكون فيها يعني نوع من أحيانا الكلمات نوع من الوقاحة، نوع من يعني الألفاظ اللي ما تليق أبدا. فسبحان الله إحنا المنهج الرباني فيه كل هذه القواعد، كيف يكون احترام للكبير، كيف يكون تعامل مع الند إذا كان أنا صديقي أو هي صديقتي أو كذا. فهذه الالتزامات، هذه القواعد اللي الله سبحانه وتعالى ودع لنا نحن نأخذها كمنهج، اللي هو منهج تربوي لتربية أبنائنا، ونطبق هذه الأشياء. ويمكن أنا إن شاء الله أختم هذه الموضوع اللي هي فصل دائرة الآخرين عن حياة أبنائنا بالشكل الإيجابي. واحدة من الأخوات يعني سبحان الله هي وعندها أطفال، يعني ما شاء الله عندها 6 من الأبناء والبنات يعني. فتقول لي دائما ما تستطيع أن يعني حتى في بعض الأخوات يعني لما تخرج في جمعة وجلسة تقول لي شفتي كيف كانت، يعني لو مجرد ما لو عملت شيء وتقول لا أنا ما أتقن هذا الشيء، إذا واحدة من الأخوات مدحتها تشعر بالفخر، تشعر بالامتنان. فبدأت يعني أقول لها يعني أنت عندك إمكانيات، يعني أنت ما شاء الله عندك مقدراتك، ما يكون مقياس الآخرين هو أنت ما حتتطوري. طيب المرة اللي جاية يعني أنا مزاج الآخرين مثلا خلاص الأمور ما زبطت يعني، أو رأيهم أصبح إنه تغير. طيب إلى متى أنا أكون دائما يعني أسعى إلى إرضاء الآخرين؟ هذه حقيقة هذا الموقف أو هذه القصة هي نتيجة لسلسلة من التراكمات التربية الخاطئة، أنه من هي صغيرة كانت لو فعلت شيء تقول لها ردت عنك جارتك أو خالة الفلانية أو العم كذا. فترسخت عند هذه الأخت، ترسخت عندها أنه الآخرين مقياسهم هو اللي يحدد سلوكها، ونجاحها هو يقيم من خلال الآخرين. فتسبب عندنا في مجتمعاتنا وفي أسرنا وفي يعني في الأمة ككل، يعني ترسخ عندنا عدم قيمة الذات يعني، ويكون فيها يعني الشخص يكون مهزوز، ما يقيم نفسه، حتى لو حصل مثلا يتعرض لانتقاد وتوجيه ما حيرضى، لأنه أصلا هو من داخل ضعيف جدا. وحتى لو حصل له موقف مثلا يعني شخصي ظلمه أو ما حيدافع عن حقه ولا عن حقوق الآخرين. فيعني هي يعني يمكن تكون هذه كلها في مجملها نعتبرها هي يعني نوصي يعني كل الأخوة والأخوات حقيقة، خاصة اللي الآن في بداية الطريق، يعني اللي هم اللي عندهم أطفال صغار، لابد أن احنا نصحح
هذه المفاهيم الخاطئة في طريقة تربيتنا لأبنائنا. ويعني أن تأتي متأخر خير أن لا تأتي، إحنا دائما نقول هذا الموضوع، أن تأتي متأخر خير أن لا تأتي. والتربية أساسها أنه إحنا نتعلم ونغير في أساليبنا الخاطئة ونكتسب مهارات جديدة حقيقة لمصلحة الأبناء، وفي المقام الأول لمصلحتنا نحن كأولياء الأمور، وهذه مسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيننا على تحمل هذه الأمانة وأن يوفقنا جميعا. ووصلنا لختام حلقتنا اليوم، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، واللي حتكون إن شاء الله آخر حلقة في سلسلة اللي هي القواعد الذهبية لتربية الأبناء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.